بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايبي في مطبخ هند وإيمان. تعالوا نعمل غدا سهل وسريع وحلو قوي. هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومعانا عدد 2 من البصلة متوسطين الحجم، ومعانا طماطمايه واحدة بس، و2 عدد من البصلة. ولو عايزة تقللي الكمية قللي، بس هيبقى حلو جدا على اللي احنا هنعمله النهاردة. هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهنحط البصل مع الطماطم في قلب الكبة وهنضربهم ضرب جامد جدا. عايزاهم ناعمين قوي مش متخرطين، ناعمين جدا جدا. ولو عايزة تعمليهم في المبشرة يبقى تمام، اعمليهم في المبشرة. عايزاهم بالشكل الحلو ده. هننزل بقى في طبق او بولة، وهنشوف هنحط مكوناتنا ايه مع بعض. يعني قد ايه بصل؟ 2 بصل متوسط على عدد الفراخ، فرخة ونص بالظبط عاملاهم. اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. على طماطمايه و2 بصل. هننزل بقى هنا بالمكونات او التوابل: الملح، السبع بهارات معلقة واحدة، وكل حاجة حطيت فيها معلقة. ما تقفوريش في التوابل عشان يديكي نتيجة ايه حلو. واحدة كزبرة، معلقة كزبرة ناشفة، حبة فلفل اسود، معلقة فلفل اسود برضو. تمام. هنمسك ده بقى ونقلبه كويس جدا 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 جدا. ومعانا هنا الفراخ طبعا مغسولة ومتنضفة ومنقوعة، وحطينها في مصفى كمان اتصفت. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنحط كمان شوية زيت مش كتير، عشان هتحطي زيت بعد كده. هنقلب بقى كويس. هنمسك الفراخ، اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. ومعانا هنا حل. هنتبل الفراخ كويس جدا. بصي، شلت الجلد كده بين الجلد واللحم. تبتدي تحشي الفراخ الخلطة اللي انت عاملاها، بحيث ان هي تديكي نتيجة حلوة جدا. تيجي تدوق اللحم بتاع الفراخ تلاقي اللحم حايق كده، مش دلع. جميل جدا. هنحط هنا بقى كده، وهنرص في الحلة مش في صينية، عشان احنا هنسوي برضو في الحلة. وخليكي ماشية معايا خطوة خطوة. الطريقة طلعت فوق الممتازة، وطعمها أحلى من طعم المحلات، وهتشوفي معايا. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت الكمية كلها، وفاضل معايا شوية البصل دول هحطهم على الوش. وبعد كده هنفتح هنشغل البوتاجاز. اهي رصتهم، وهنشغل البوتاجاز. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هتعملي الأكلة بتاعت النهاردة كلها في حلة واحدة، مش هتستخدمي اي حاجة تاني. بوريكي ان انا ولعت البوتاجاز وهديت النار جدا. وبعد كده نسيت احط التوابل بتاعه الفراخ. هنزل بقى اللهم صل على حضرة النبي. هنحط بقى الحبهان، وعدتين حبهان كده، لومي، قرفة عيدان، ورق لورا. تمام تمام. وهنغطي الفراخ بتاعتنا، وكل ما نحس ان هي نشفت من المية، عشان احنا عايزين نسويها سوا كامل، هتروحي نازله بكوبايه ميه او بكوبايتين ميه. هنا معانا نعمل الدقوس. هنحط طماطميتين، وممكن تكتري الكميه وممكن تقللي الكميه. اللهم صل على حضرة النبي. وهننزل بمعلقه توم كده برضو حلوه. معلقه توم كده كبيره. كل ده في الخلاط. ولو انت عندك فلفل مش مفروم حطي منه، لكن انا عندي الفلفل الاحمر المفروم. خدت كده معلقه كبيره كده حلوه وحطيتها، عشان طبعا الدقوس اصله ان هو يبقى حراق. يعني في ناس بتعمله مش حراق، بس بصراحه يعني ما بحسش ان هو يبقى ليه طعم. انزلي بقى بالكميه الحلوه من الفلفل المطحون الاحمر. ولو عندك اخضر تمام، ولو عندك فلفل مش مطحون حطيه في الخلاط مع الطماطم والثوم. واحنا هنضربه في الخلاط. وهننزل بشويه خل، وهننزل بملح وكمون. ما تحطيش اكتر من كده. ما تحطيش فلفل اسود، علشان ما بيتحطلهاش فلفل اسود. معلقه كمون كده حلو. تمام. هنضرب ده كله في الخلاط، وبعد كده هنحطه في الطبق بتاعنا او البولة بتاعتنا، وهنركنهم على جنب.
ده كده يبقى الطبق ده معانا خلص. وهنشوف هنعمل ايه تاني. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما الفراخ تستوي معايا طلعتها في الصينية بنفس الطريقة، وحطيت شوية مية عشان هنعمل ايه، هنعمل مكان الفراخ هنسوي الرز البسمتي. طبعا احنا نزلنا بالفراخ وما نزلناش بمادة دهنية، فما تنسيش المادة الدهنية قبل ما تنزلي بالايه، بالرز. ما طلعتش غير الفراخ بس، اي حاجة تاني موجودة سواء حبهان او ورق لوري او القرفة او اللومي، كلهم موجودين في الحلة معايا بالايه، بالبهريز بقى بتاعت الفراخ كده. وكانت طعمها بصراحة في حتة تانية. ظبطت الملح وكنت غاسلة الرز البسمتي ونزلت بيه على الايه، على المية. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله. هنقلب تقلبتين وهنسيبه يغلي ويستوي معانا. وبعد كده اول ما الرز ابتدى يستوي معايا، اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. هنا كنت نسيت احط الكركم، وانا بقول انا بعمل ايه. نسيت احط الكركم، لازم احطه طبعا، بس حطيت ما شاء الله كمية حلوة، لان برضو الكركم يعني بصراحة طلع سيء جدا. هنزل بقى بكمية عشان الرز يبقى معايا اصفر وجميل. كل اكلك في حلة واحدة. الجو ساقع ما صبنيش مواعين كتير، فالطريقة دي والله تحفة وهتعجبك. هنزل بحبة تاني. بعد ما غطيت الحلة نسيت ان انا ما حطيتش الكركم، فايه حطيته على طول. الحمد لله ما كانش الرز لسه غالي. هغطيه واسيبه يستوي كويس وعلى نار هاديه. ودهنت وش الفراخ بصي، وحطيتها تحت الشوايه طلعت زي العسل. هنعمل بقى صينيه واحده، هنغرف اكلنا في صينيه واحده ونتجمع عليها كلنا ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنحط الرز كده بشكل يعني هنحطه عشوائي، يعني مش لازم ايه ترصي، وحسب طبعا ذوقك. يعني لو انت حابه تحطي في اطباق تمام، حابه تعملي زي ما انا عملت يبقى برضو تمام. المهم ان انت لما تقابلك حبه حبهان تشيليها، ورق لورا تشيليها، اللومي تشيليه او القرفه تشيليها، ما تحطيهاش في الصينيه بتاعه التقديم علشان محدش ياكلها ويتاذى منها. انا هنا كنت بنقي الورق اللورا اللي كان بيبقى باين فكنت بشيله. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومفيش اسهل من الاكل بتاعنا. دي بقى بتتسمى بره صينيه السعاده. صينيه السعاده دي بقى بتحطوا فيها كفته، وبيحطوا فيها حواوشي، وبيحطوا فيها ممبار، وبيحطوا فيها محشي. مش شرط ان انا اعمل كل ده، ممكن اعمل صنف واحد وما يكلفنيش وما شاء الله يبقى حلو جدا، وطريقه التقديم تبقى حلوه ويفتح نفس اللي موجودين. وتعملي كل مره حاجه، يعني مش شرط نعمل كل حاجه مره واحده يا جماعه. يعني مش شرط نعمل فراخ ولحمه وكفته، كل ده ما ينفعش طبعا في الوقت الحالي اللي احنا فيه يعني. فدي الفراخ معانا بقت زي الفل. هنبتدي نحط بقى الايه، الدقوس في النص كده طبق، وبعد كده هنرص الفراخ على الصينيه. طبعا حسب عدد الايه، الاسره، او حسب افراد اللي هياكلوا. هترصي الفراخ كل واحده ربع، ولو عايزه تكتري كتري يعني. اهو. لو انت بقى وصلتي معايا هنا، ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ هندي وايمان. ولو انت مش مشتركه اشتركي وفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. ما تنسينيش بقى في اللايك في صينيه السعاده. شكرا للمتابعه حبيبتي. سلام عليكم.